وحكايتنا النهاردة عن فوازير فطوطة. في البداية ما كانش سمير غانم متحمس إنه يخوض خالص تجربة الفوازير، خصوصا إنها نجحت مع نيلي وشريهان نجاح كبير، فكان خايف إن التجربة ما تلاقيش قبول عند الجمهور. ولكن المخرج العبقري فهمي عبد الحميد نجح في إقناعه بالمغامرة. المشروع في بدايته ما كانش كوميدي، كان بيتكلم عن رحلات ابن بطوطة قبل ما يتطور لشخصية فطوطة وسمورة. كتب الكلمات الشاعر عبد الرحمن شوقي، وما كانش حد يتوقع النجاح الكبير اللي نجحته الفوازير، حتى سمير غانم نفسه ما كانش متوقع. الطريف بقى في الموضوع بدلة فطوطة وصوت فطوطة. بدلة فطوطة في البداية كانت سودة، لحد ما علق واحد من اللي موجودين في الاستوديو أثناء التصوير إن البدلة دي هتجيب اكتئاب للمشاهدين. الجملة دخلت في دماغ سمير غانم وفهمي عبد الحميد، وفكر بالفعل سمير إنه هو يغير شكل البدلة بتاعة فطوطة، ولكنه فضل محتار لحد في مرة وهو ماشي بالصدفة في وسط البلد شاف محل شنط أطفال مرسوم عليه شخصية فطوطة. قرر إنه هو يطبقها على شخصية فطوطة ويزود عليها النضارة والبيبيون علشان الشخصية تكتمل. حتى صوت فطوطة نفسه جه بالصدفة. أثناء تسجيل فطوطة لأغنية حصلت مشكلة في الصوت، فخرج الصوت الطفولي المشاغب ده اللي أصبح علامة مميزة للشخصية. هكذا ولدت أيقونة رمضانية لا تنسى. وردد الجمهور عبارته الشهيرة: فطوطة مخرج أنتيكا وبيدرس سينما في أمريكا.